هوريكم دلوقتي يوم من ايام رمضان كان ماشي ازاي معايا. صحيت قبل الفجر بساعتين وهو قلت اذاكر شويه عشان كان عندي كورسات وكده تاني يوم، وفجاه وبدون اي مقدمات خالص محدش جه جنبي اساسا. 2 hours later. وقمت قبل الفجر بنص ساعه تقريبا عشان السحور. وبالمناسبه الدايت اللي انا عامله ده تقريبا بوزن اي حاجه باكلها، اي حاجه بتدخل بقي لازم بوزنها. واتسحرت والدنيا كانت فل، وكالعاده لازم اشرب 5 لتر ميه قبل الفجر. تعود بجد مش عارف ايه ده، اللي هو بقى لازم بعد الفجر يكون بقى في رحله دخول الحمام وطلوع من الحمام. وصليت الفجر وقلت بقى انام لي ساعتين كده قبل ما انزل، عشان بجد ما كنتش قادر خالص. وصحيت طبعا بضرب الجزمه ونازل ولا اكني رايح الحضانه لاول مره في حياتي. وده كده كان شكلي يعني من غير ما اشرب قهوه. ما شاء الله بجد فايق جدا. واتفرجت على مسلسل في الطريق عما وصلت. وبالمناسبه ده من احسن المسلسلات اصلا اللي اتعملت في رمضان، وعملت فيديو مخصوص عنه هتلاقوه موجود تحت. ليه مسلسل مين قال من احسن المسلسلات بجد اللي اتعملت في رمضان السنه دي. وحضرت اول كورس وكنت يعني نايم فيه شويه، وتاني كورس بس ايه ده، لا حول ولا قوه الا بالله. وطلعت على المسجد عشان اصلي الظهر. بعدين كان عندي سيكشن فرحت حضرته. الدنيا كانت هناك زحمه جدا بقى في رمضان بقى، وكل سنه وانتم طيبين وبتاع. وخلصته وانا راجع قلت اقرا شويه قران في الطريق. وطلعت على الجيم اللي هو كان فاضي اساسا، مش عارف الناس بتعتزل الحياه في رمضان ولا ايه. ولعبت تمارين بوش، بس يعني ما كانتش طاقتي احسن حاجه، بس لا احسن ما فيش. اصل بجد يعني لو روحت مستحيل ابدا ان انا انزل تاني بعد الفطار. وجاي خلاص بخلص اهو التمرين، بقوم من اخر شكل ده هوب هوب هوب، قدر ولطف الحمد لله. مفيش اي حاجه، كله زي الفل وتمام، والدنيا مية مية. وبرجاء طرق الحمام نظيف بالقاف والطه. وخلصت وصليت العصر. بعدين روحت وفي المواصلات دفعت جنيه مع ان الاجره 2 جنيه الا ربع، فحد كده يقول ازاي بقى. وروحت عملت الاكل، كان اصلا لسه على المغرب يعني بتاع ساعه كده، فيا دوب خلصت على الاذان. وعملت سبانخ من غير زيت خالص ومعاها فراخ. وخلصت وقلت بقى اما اقعد امنتج شويه لحد ما العشاء اذنت، فنزلت بقى عشان اصلي التراويح. ورجعت عملت نسكويك عشان يعني كنت عامل مونتاج للفيديو اللي كنت ناوي اخلصه. بس عمو اللي هيصلح الموتور كان جه فنزلت. بعدين رحت جبت بيبسي دايت ورجعت صورت بقى ريل انستجرام، كنت بقول كلام مهم حبه اللي انتوا مش موجودين اصلا هناك. ودخلت نمت بعدها. بس كده. لو الفيديو بقى عجبكم متنسوش تعملوا لايك للبيج، وهتلاقوا الانستجرام بتاعي موجود تحت لو حابين تتابعوني هناك. واشوفكم تاني قريب. يلا سلام. وانتوا بتتفرجوا على الفلوج ده انا هكون بعمل حاجه اسمها صيام الدوبامين. الفكره فيه ان انا بحاول ان انا زي ما نقول كده اعمل ريسيت لدماغي، ان انا ببعد عن كل حاجه فيها متعه، زي مثلا اغاني، الافلام، السكر، السوشيال ميديا. قفلت السوشيال ميديا تقريبا خالص، مش بفتح الا لو هنزل ستوري او حاجه بسيطه، لكن مش بفتح خالص. هشارككم برضو التجربه دي قريب جدا جدا باذن الله.